الواحد خلص 2024 فيلم الهوى سلطان، وفي بداية 25 كده الواحد يبتدي السنة كده في فيلم 6 أيام، حاجة كده في منتهى الجمال. اهلا بكم في فيديو جديد، واللي واضح كده ان احنا هنتكلم النهارده عن فيلم 6 ايام، واحد من الافلام الجديده اللي اتوفرت معانا في السينمات كده من حوالي 4 ايام. الفيلم انا لسه متفرج عليه النهارده، وحقيقي كده الواحد طالع بعد الفيلم مبسوط قوي، مبسوط من التجربه، مبسوط من السينما اللي احنا وصلنا لها، الاداءات اللي حقيقي كده الواحد بقى فيه افلام كده يستحق انه ينزل لها سينما، افلام تنزل تتفرج عليها 2024 و2025 كده مع البدايه بتاعتها. واضح كده ان احنا داخلين على سنين حلوه قوي في السينما الجديده، وبجد والله انا مبسوط سواء من الاعمال اللي بتتعمل من الحريفه 2 لفيلم زي 6 ايام. دلوقتي الافلام كتير جات لنا السنه اللي فاتت، فبصراحه كده التجربه السينمائيه في السنتين اللي فاتوا كده ممكن اقول اتغيرت وراجع عليها الرونق من اول وجديد. عشان كده النهارده بقى حابب اتكلم معاكم شويه كده عن فيلم 6 ايام اللي انا زي ما بقول لكم لسه خارج منه دلوقتي ومبسوط جدا جدا. الواضح من خلال الكلام اللي انا بقوله ان الفيلم بالنسبه لي عاجبني، يعني مش بنطول مع بعض في الكلام. هنتكلم بقى في ايجابيات، هنتكلم في سلبيات، في قصه الفيلم، مين الابطال بتوعه، ده كله اللي هنتكلم عليه. بس خلوني زي ما بقول لكم كده قبل ما ندخل في الليله والتفاصيل دي كلها، خليني كده اعرفكم على ابطال العمل، واللي بشكل واضح وصريح هم اتنين الرئيسيين بتوعنا، هم احمد مالك وآية سماحه. ولو هنتكلم بقى على الاتنين اللي عملوا معاهم دورهم وهم صغيرين، فهنتكلم بقى عن مالك عماد ومعاهم كمان فريده حمدي. الاربعه دول هم ابطال الفيلم، وبالاخص هو احمد مالك وآية سماحه، الاتنين اللي متواجدين معانا طول الفيلم. اي حد هيتفرج مش هتشوف طول الفيلم كله غير هم الاتنين بس. والقصه بتاعتنا بقى اللي بتتكلم عن يوسف وعلياء، الاتنين اللي بيحبوا بعض من هم صغيرين، عشان نشوف كده في سنه 2006 وهم في المرحله الاعداديه كده ان بنشوف ما بينهم علاقه حب وعلاقه رومانسيه كبيره قوي. بس فجأة وبسبب ظروف قهرية الاتنين بيبتعدوا عن بعض، واللي نشوف ان الظروف بحالها بتتقطع بينهم، سواء الكلام وحتى التواصل، وان هم ما بيبقاش عارفين مكان بعض فين. عشان بعديها وب7 سنين وبشكل صدفة كده نشوف ان هم الاتنين بيتقابلوا، بس تقريبا ظروفهم وحياتهم بتبقى اتغيرت تماما. عشان نشوف بعد كده ان هم الاتنين بيتفقوا بشكل ما ان هم هيتقابلوا في يوم في السنة كل سنة. عشان من هنا بقى تبتدي الاحداث، ان كل سنة اللقاء اللي بيحصل ما بينهم ده اللي نشوف بقى التغيرات اللي حصلت في حياتهم، التبدلات اللي بتحصل، سواء التبدلات اللي بتحصل عند يوسف او التبدلات اللي بتحصل عند عالية، ووجهة نظرهم هما الاثنين عن الحياة، او وجهة نظرهم في الحب، او حبهم هما الاثنين بقى شكله عامل ازاي. فيا ترى بقى قصة حبهم دي هتبقى قصة حب بجد ولا هي قصة فراق؟ ده كله بقى اللي انتوا بتعرفوه جوه احداث الفيلم، واللي حقيقي زي ما بقول لكم ممتاز جدا، وحقيقي انا استمتعت تقريبا بكل دقيقة فيه. فيلم داخل على الساعتين، يعني ممكن يكون ساعتين الا 10 ولا ساعتين الا ربع، بس بجد والله الوقت في الفيلم ده يا جماعة انتوا كده هتحسوا بتناغم كبير، تناغم اللي ما بين احمد مالك وآية سماحة بجد كانوا عاملينه احسن ما يمكن. ده غير طبعا شوية الاداءات اللي كانت متقدمة، او القصه بمعنى اصح اللي كانت معموله ومتقفله بشكل حلو قوي. فخلونا كده ندخل مع بعض في حته الايجابيات، واللي حقيقي انا ايجابيات الفيلم دي ممكن اقول مغطت على السلبيات، او حتى كمان ما شفتش سلبيات قد كده. ده غير ان الفيلم ده من اخراج كريم شعبان، اللي اول مره نشوف له بقى فيلم طويل، لان الاعمال اللي قبل كده كانت اعمال قصيره جدا، منهم عمل مع عصام عمر اللي ممكن اقول مدته ما تتجاوزش ال10 دقائق تقريبا، واللي حقيقي كان مبدع فيه. التصوير عجبني جدا، حسيت كده باجواء مختلفه بجد غير اللي الواحد بيشوفها بالالوان الكتير بالبهرجه الكتير، لا الالوان مناسبه للقصه بتاعتنا، للاداءات اللي بتتقدم، الرمزيات الكتير جدا اللي كانت موجوده جوه احداث الفيلم بتاعتنا. اللي بصوا مشاهد كده هتحسوا ان الخلفيه بتمثل مع الممثلين، سواء من كادرات كده اتاخدت من وهم صغيرين لكادرات بنشوف قعدتها وهم كبار بس بشكل مختلف تماما، واللي حقيقي كنت مبسوط جدا بالحاجات دي كلها. معرفش ممكن حد يلاحظها ولا لا، بس حسيت كده ان المخرج تعب نفسه ان هو يجيب كل التفاصيل دي كلها، قادر ان هو يعبر لي بالمشهد اللي وراهم بس عن مشاعرهم، او عن الصدفه دي ممكن ترجعهم لايه تاني، او توصلهم لايه من جديد. ده كله كان معمول باداء بصوا يا جماعه جميل جدا جدا جدا. ومن اهم مميزات بقى العمل هو تاليف وائل حمدي. الحقيقه يا جماعه بجد والله الراجل ده اول ما بقيت بشوف الاسم بتاعه على اي فيلم انا بدخل وانا مطمن، اللي هو انا هشوف اداء كده جميل، اداء مش هحس كده بامور فيك، مش هحس باستظراف، مش هحس باجواء رخمه، لا وائل حمدي يا جماعه من المؤلفين بجد اللي موجودين في مصر دلوقتي بيعملوا قصص جامده جدا. وبجد كده قال لكم ايه يا جماعه، سرديه القصه ذات نفسها في التاليف، في الاداءات اللي متقدمه جواه من احسن ما يمكن. هو الفيلم درامي قوي او ممكن زياده عن اللزوم، لان احنا بنشوف هو تقريبا فيلم حواري من الجهتين. اللي احنا بنشوف بقى هنا بيوريك قد ايه الكاتب ده حلو قوي يا وحش قوي، لان طبيعه الحال يا انت هتمل من الفيلم لما تلاقيه كده ان الاحداث بقت متكرره، او الاحداث وحشه او بايخه، او يا اما كده هتستمتع وتنسجم وياه. فيلم 6 ايام بكل تاكيد انا انسجمت وياه، حبيته جدا، حبيت العلاقه اللي ما بينهم تقريبا من كل ناحيه، من وهم صغيرين للشخصيتين الصغيرين لحد هم كبار بشخصيتين
شخصيتهم الكبيره احمد مالك وآية سماحه، لا يا جماعه وائل حمدي قدر فعلا يخطف قلبي. يعني مش هو بس، مش مجرد قصه هيبتا اللي كان كاتبها بس، لا الراجل يا جماعه بيتفرج بجد ان هو بيقدم لنا قصص عاطفيه تقدر تلمسك حتى لو ما عدتش بالظروف دي كلها، بتحس كده ان الموضوع حلو. وده هيجيبنا الايجابيات كتير جدا، ايجابيات كده ان الفيلم مع انه عاطفي بس ما فيهوش ابتزاز عاطفي. يعني مثلا مش هتلاقيهم بيعيطوا كتير، مش هتلاقيهم بقى بيأفوروا بقى في الحزن. انت الحزن بتشوفه قدامك حزن، بتبقى متأثر بيه، ما بتبقاش عارف تعدي مثلا الظروف دي كلها، انت حاسس بالقهر اللي جوه الشخصيه دي. من غير الشخصيه دي ما تقعد بقى تعيط وتقعد تأفور، او نشوف بقى مشاهد بيكسروا في حاجات ويعملوا في حاجات، ده كله ما كانش موجود. يعني دي بالنسبه لي مميزات، لاني ما بشوفش الكلام ده كله الاوفر، او ممكن اقول البوك عندنا احنا بنعبر عليه بزياده عن اللزوم، لا ده ما حصلش. غير طبعا الاداءات التمثيليه يا جماعه، وده هيجيبنا بقى للاثنين اللي ممكن اقول الكريزات الحلوين قوي في الفيلم، احمد مالك وآية سماحه، وخصوصا آية سماحه. آية سماحه بجد والله يا جماعه ده من احسن الادوار اللي انا شفتها في حياتي ليها، احسن من تمثيلها في عمر افندي بمراحل كتير قوي، اللي هو بجد جميل قوي. انا عاجبني قوي ان هي مثلا مش بقى بتقعد تبتسم على الفاضي والحاجات دي كلها، ابتساماتها في الدور ده كانت كلها محسوسه مدروسه، تحس ان بصي هي الشخصيه عامله كده. واللي اعرفه ان هي قالت ان هي واحمد مالك خدوا ورشه تمثيل مخصوص عشان يمثلوا الفيلم ده. لا واضح يا جماعه، واضح التناغم ما بينهم، واضح الاداء، والورشه اللي هم خدوها عملت ما بينهم كده لينك جميل جدا، حسسني كده بترابط قوي. حسيت زي ما بقول لكم كده ان هم بيضحكوا في الوقت المظبوط، بيزعلوا، او ممكن اقول ايه تعبيرهم بتبان عليهم بشكل ملحوظ قوي. وده برضه هيجيبنا لنفس الكلام لاحمد مالك، اللي هو كمان دوره حلو جدا، قادر ان هو يلعبه من شخصيته الصغيره لشخصيته الكبيره، الشخص اللي ممكن اقول ما عندوش الانتفاع الكبير ان البنت هي اللي ممكن تكون بتدافع عنه سنه زياده، لطبيعه بقى علاقته بابوه اللي نشوف تصرفاته معاه. فيلم جميل. لا يا جماعه انا ممكن اقعد اتكلم معاكم كتير، والله ممكن اقعد اتكلم معاكم كتير، بس انا حقيقي الفيلم عجبني جدا. بس برضه اللي لفتت نظري قوي هي فريده حمدي، اللي بجد والله يا جماعه دي البنت اللي عملت آية سماحه وهي صغيره، واللي حقيقي البنت دي موهبه هي كمان، قدرت تديني كده بمشاهد قليله انفعالات كتير، قدرت تديني ممكن ان هي بنت مستفزه جدا وهي بتزن على امها او خوفها على حبيبها اللي هي هتسيبه دلوقتي، مشاهدهم في السينما وهم صغيرين حاجه جميله جدا. ده برضه هيجيبنا الملك عماد اللي هو كمان قادر ان هو يعمل الدور ده بشكل حلو قوي، اللي قدر كده يوصل لي مشاعر كتير جدا. الشاب المتردد او اللي لسه بقى في مرحله التردد الكبير قوي، اللي واضح كده ان في ظروف كتير قهريه بتضغط عليه، بجد هو كمان عملها حلو. بس فريده ذات نفسها يا جماعه لا انا عجبتني بشكل مبالغ فيه. اول مره اشوف فريده مش زي مالك شفته قبل كده، بس فريده انا ما شفتهاش قبل كده، ما اعرفش اذا كانت ظهرت في اعمال قبل كده ولا لا، بس بجد والله لفتت نظري بشكل كبير قوي. اتمنى اشوفها في اعمال جايه في المستقبل، لان بصوا يا جماعه المواهب الشابه الصغيره دي حقيقي بقت نادره جدا ان الواحد بيقعد يتكلم عليها والواحد بيشوفها على التلفزيون بتاعنا. بس في حاجه واحده يا جماعه انا ممكن اقول لكم تدخلوا الفيلم مخصوص عشانها، هي الاغاني اللي بتشتغل جوه احداث الفيلم بتاعنا، الاغاني اللي بتعبر عن المشاهد خرب بيت كده. بدايه كده من ان احنا بنشوف اغنيه لشيرين في اول الفيلم، بعديها بنشوف اغاني تانية سواء محمد منير سواء ممكن اقول برضو الفرق برضو تانية كانت موجوده. يا جماعه الحلاوه دي ايه الاغاني واختيار الموسيقى يا جدعان، بصوا جبار جبار. يعني الفيلم ده بالنسبه لي والله واحد من الناس او الحاجه العبقريه اللي وظفت الاغاني جوه احداث القصه بتاعتها، اللي بتعبر لنا تقريبا عن مكنون كل شخصيه باغنيه في الباك جراوند بتاعها كده وهم بيغنوا. ايه ده ايه ده يا جماعه؟ يعني انا عايز اعرف ده، انا بقيت بستنى الاغاني اللي هتشتغل في الخلفيه دي عشان اعرف احنا قصتنا رايحه على فين، قصتنا دي هل هنفرح هل هنزعل، طب الدنيا رايحه بيهم لفين. بصوا يا جماعه حاجه عبقريه، الموسيقى استخدامها جوه الفيلم ده حاجه خارقه، حاجه بجد والله انا ما شفتش زيها في الفترات اللي فاتت في الافلام المصريه، في الافلام العربيه، وممكن كمان في افلام اجنبيه ما شفتش موسيقى تكون بتعبر كده عن الاجواء بتاعه الفيلم زي استخدامها جوه الفيلم ده. انا مبسوط قوي من التجربه، طالع مبسوط جدا من السينما، عندي مشاعر كتير. الفصل الاخير اللي ممكن كله يقول مثلا ان الفصل ده مش قريب قوي من باقي احداث الفيلم، ليه؟ لان مثلا القفله بتاعته كان شكلها عامل ازاي، انا مش عايز احرق ومش عارف اعمل، بس لا يا جماعه انا معجب قوي بيها. انا شايف ان دي حاجه منطقيه، لان كل الاحداث كانت بتيجي بشكل تسلسلي، ان احنا هنوصل للقطه القدر فيه كذا، الحاجه دي فيها كذا. انا كنت مستني اللقطه دي من اول الفيلم، كنت مستني هل هيوصلوا لها ولا لا، حاجات كتير جدا. لا ادخلوا الفيلم يا جماعه، اي حد والله متردد ان هو كده ياخد في الاجازه كده ويروح السينما، لا هتتبسط جدا بالفيلم. زي ما بقول لكم الفيلم درامي، الفيلم حواري قوي، بس يا جماعه في كميه مشاهد حلوه جدا، في حاجات كتير انت هتحسها جوه الشخصيات ذات نفسها، فعشان كده انصحكم انكم تروحوا الفيلم. حد هيقول لي بقى الفيلم ما فيهوش سلبيات، الفيلم فيه ايه؟ والله بصوا انا لحد دلوقتي انا طالع ممكن اقول لكم الفيلم ما فيهوش سلبيات. طبيعه الحال فيه احداث احيانا بتحصل مش منطقيه، بس مش اللي هتفصلك عن المشاهده، مش هتقول ايه ده لا ده الحدث ده كبير قوي هم ازاي عملوا كده، لا يا جماعه
كل مره كده بناخد تفاصيل. غير طبعا كان في حته برضه لطيفه واستخدموها بشكل حلو، هي القفزات الزمنيه. احنا نطينا بالزمن كذا مره، كل مره بننط 7 سنين، بعديها بقى سنتين في سنتين في 4، حاجه كده تحسسك باجواء مختلفه، بتحس ان الزمن اكيد اتغير في النص. وبنشوف التغيرات دي بشكل حواري جميل ما بينهم هما الاثنين، قعدتهم اللي كل سنه بتحصل او كل سنتين بتحصل دي، لا انا عجبتني. انا ما شفتش في الفيلم السلبيات اللي ممكن اقول ان هي كانت وحشه او كانت اوفر. بصوا يا جماعه، انا طالع مبسوط، عشان كده انا تقييمي للفيلم ده هو 8 من 10، لان بجد كانت تجربه حلوه جدا، استمتعت بيها فوق ما كنت اتخيل. يعني انا كنت داخل الفيلم وبقول الفيلم ده هيبقى متوسط، ممكن الواحد يديله بالكتير 6 من 10 7 من 10 وما الدنيا تتنطط، اللي هو اداء كده هيبقى حلو مقبول. انما ان هو يوصل معايا للدرجه دي انا ما كنتش متخيلها. فعشان كده انا عايز اعرف رايكم دلوقتي، اشوفكم بقى لو حد فيكم كان دخل السينما اتفرج على الفيلم ده يا ريت يقول له رايه تحت في الكومنتات. شاركني ويناقشني مين احسن اداء شافه، كانت ايه سماحه جباره جدا ولا شفتوا ان احمد مالك متفوق اكتر؟ عشان كده هستنى ارائكم وتعليقاتكم تحت كده. ولو اي حد متردد ان هو يدخل الفيلم، لا يا معلم، ممكن تروح والله تدخله وهتتبسط جدا جوه احداث الفيلم ده. بس اعمل حسابك الفيلم مش مفرح قوي، انت برضه هتقابل فيه لحظات حزن كتير جدا. غير طبيعه الحال، واحسن حاجه في الفيلم ان الفيلم عائلي تقدر تتفرج عليه، ما فيهوش اي مشاهد وحشه، ما فيش اي تلميحات لاي حاجه، ما فيش اي تلميح لاي حاجه وحشه. فدي حاجه حلوه ونادره ما بتحصل دلوقتي في الافلام. عشان كده برضه هو متاح لجمهور عام دلوقتي، تقدروا تدخلوا وتتفرجوا عليه. وبكده بقى اكون وصلت لنهايه الفيديو. بس سؤال يا معلم، انت عملت لايك للفيديو؟ الفيديو لو عجبك كده يا ريت ما تنساش تعمل لايك، لان اللايك ده فعلا بيساعد ان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. ما كنتش مشترك معانا في القناه، اتمنى ان انت تشترك، ويشرفنا اكيد انك تشترك. اشوفك بقى كده في حلقه جديده وملخص جديد. سلام.